هلا وحبايب قلبي، مساكم خير وعافية. شلونكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. حبايبي اليوم راح نسوي لكم الدجاج المشوي. عندنا دجاجة تقريبا كيلو و300، مثل ما تشوفون غسلناها بالحامض وبالملح غسل نظيف، وبعدين غسلناها بمي ونشفناها وبهاي الصورة. حبايب راح نستخدم هاي البهارات وياكم. شوفوا، عندنا الملح، عندنا ملح الليمون أو الليمون دوزي والشكر، وعندنا بهارات الماجي، عندنا زنجبيل، عندنا فلفل أسود، كمون مطحون أو البابريكا، وعندنا بصل مطحون وثوم مطحون، وعندنا الكزبرة الناشفة همينة مطحونة. وراح نستخدم معجون الطماطة، ملعقتين من معجون الطماطة حبايب، وهذا اللبن أو الزبادي 4 ملاعق من عنده، وعصير الليمون. تقريبا أنا عصرت ليمونتين طلع هذا العصير مالتهم مثل ما تشوفون. أول شي نجي نسوي الدجاجة بالسكين، نشكشكها بهاي الصورة حتى من نجي نتبلها تشرب بالتتبيلة بصورة صحيحة. نجي نخلط المواد. أول ما ننزل اللبن والمعجون، والبهارات طبعا لا تنسون الملح أكثر شيء، تقريبا 1.5 ملعقة من الملح، وملعقة صغيرة من الليمون دوزي، ملعقة صغيرة يعني أكثر بعد نص ملعقة تقريبا من السكر، ما نخلي سكر زايد، شيء بسيط. وهذا زيت الزيتون خلينا تقريبا نص قلاص صغير. راح ننزل التتبيلة نصها، نسويها على مرتين. وبهاي الصورة حبايب تحاولون تفركون الدجاجة وتوزعون التتبيلة عليها. فركوها كل زين، وحاولوا تدخلون التتبيلة بين الجلد واللحم حتى تشرب بالتتبيلة بأسرع وقت. يعني حتى لو مثلا خليتوها فد ساعة، ساعة ونص كافي. نغسل ايدينا ونرجع لكم. راح نغطيها بهذا النايلون مال الأكل ونخليها حتى تاخذ التتبيلة بصورة صحيحة، ونجهز باقي الشغل. بهاي الصورة حبايب غلفوها وخلوها. عندنا هنا راح نستخدم الفلفل الأخضر، بوتيتاية واحدة أو بطاطا واحدة، وراسين من البصل، وشوية من الثوم. كله راح نسويه على شكل حلقات دائرية بهاي الصورة. استخدمت نص الفلفلاية أنا كافي. دهنت التبسي، راح أصفط بيه البصل بهاي الصورة، نخليه بشعب التبسي على مود بعدين يتحمص ويصير كلش طيب البصل مكرمل يعني. الثوم سويناه بصورة طولانية، قصقصناه بالطول، ونحاول نوزعه على التبسي وبين شرائح البصل. وبهاي الصورة حبايب البوتيتا مثل ما تشوفون ما سويتها خفيفة، شوية بيها ثخن. خلينا البوتيتا بعدين الفلفل الأخضر بهاي الصورة حبايب. هنا راح نحتاج النار على مود نذبل الخضار اللي خليناها بالتبسي شوية، يعني تقريبا نقول تستوي ولو على النص. يعني تعرفون تتبيلتنا بيها حموضة، وما نريد الحموضة تأثر على البوتيتا وتبقى تتقرقط، فنريدها تستوي. نخليها شوية ونغطيها. شوفوا حبايب شلون نزلت البخار والمي مالتها، وضفنا نص قلاص مي بعد حتى هاي الخضار كلها تستوي على النص. شوفوا شلون ذبلت حبايب ولونها تغير. هاي الدجاجة عندنا تبلت. هنا هسه شو راح نسوي احنا؟ التتبيلة اللي بقت عندنا خففناها بشوية مي لان كانت كلش ثخينة، وراح ننزلها على الخضار ونحاول نوزعها بصورة صحيحة.
طبعا هاي التتبيلة بيها كل أنواع البهارات، شفتوا انتو الحموضة والملوحة وخيط بسيط من الحلف، وهذا كله ينطي طعم طيب للدجاج وللخضار. وزعنا باقي التتبيلة كانت ويا الدجاج على وجه الدجاج مثل ما تشوفون حبايب. قصينا ورق الزبدة على قد التبسي اللي موجود عندنا، وبهاي الحالة احنا علقنا الفرن قبل ربع ساعة حتى يحمى كل الزين، ونترك مجال تقريبا 6 سنتيم بعد التبسي عن النار. علقناه من جوا الفرن، وراح نخلي التبسي بعد 6 سنتيمتر عن النار، ما نخلي مباشر عن النار. خليناه تقريبا ساعة وربع. إذا الدجاجة حجمها أكبر خلوه ساعة ونص. راح نجي نشوف الدجاج استوى لو لا. شلون نختبره؟ راح نشكه بالسكينة الصدر الدجاج ونشوف إذا طلع عندنا مي أو سوائل إنه هو ما مستوي. لا والله شفناها مستوية وما طلعت أي سوائل من يم الصدر. بدينا ندهنها بهذا الدهن اللي موجود بالتبسي اللي هو أصلا زيت زيتون، وحتى بنفس الوقت نساوي المواد اللي موجودة على وجه الدجاج حتى تطلع كلها متحمرة وحلوة. خليناه بالفرن حتى يستوي من فوق. وهسه راح نجي نسوي سلطة الطحينية. سلطة سهلة وبسيطة وكلش طيبة. عندنا لبن زبادي، والخضار هاي راح نستخدمها مثل ما تشوفون، الخيار والطماطة والفلفل والليمون. وعندنا الطحينية وملح وشوية من المي إذا ردنا نخففها. نزلنا اللبن هنا 4 ملاعق تقريبا من اللبن. الراشي أو الطحينية بكيفكم، تردون تخلون ملعقتين 3 عادي، ماكو أي مشكلة. نعصر الليمونة. انتوا طبعا تعرفون الليمون من تخلوه على طحينية أو على الراشي تحسون الصلصة تصير ثخينة شوية، تثخن عندكم. فإذا احتاجت إنه تخففوها بالمي عادي، تخلون شوية من المي هذا وتخففون. هسه ضفنا الملح حتى نعادل الطعام، ونعصر النص الليمونة البقت عندنا. صارت ثخينة شوية عندنا، شوية راح نخففها بالمي مو هواية. بهاي الصورة حبايب شوفوا حتى تشوفون القوام مالتها شلون راح يصير بهاي الصورة. هسه نجي نثرم المواد هاي الباقية. سووها طبعا مكعبات صغيرة أو شوية أكبر، انتم مثل ما تحبون. بعد ما ثرمنا الفلفل والطماطة والخيار نزلناهم على الصلصة وخلطناهم. أنا بالنسبة إلي زينتها بشوية زعتر وزيتون شرايح، هذا طبعا حسب الرغبة. بهاي الصورة حبايب، ونجي نذوقها. بسم الله، كلش طيبة حبايبي وما شاء الله عليها. هسه طلعنا الدجاجة بعد ما تحمرت، راح نجي نشوفها شلونها. خلينا نجرب ونشوف العظم إذا طلع ويانا يعني مستوية. ما شاء الله شوفوا شلون الملص رأسا طلع بيدينا. هسه راح نجي طبعا نفرغ شوية بالماعون حتى نذوق الطعم، النكهة، نشوف حموضتها ملوحتها شلون صايرة ويانا. تقدرون تسوون تمن أبيض، يعني رز أبيض وياها، تردون تاكلوها وحدها ويا الخبز، هم كلش طيبة. خلينا نشوف البوتيتا شلونها. بسم الله، ما شاء الله مستوية وذايبة. ونشوف الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي شنو النكهة، شنو الطعام، يعني البهارات، الحموضة، خيط الحلا هذا اللي اجانا من السكر اللي خليناه شوية ضفناه. تخبل حبايبي، جربوها والله حتى بالعزايم تبيض وجهكم، كلش طيبة. وتردون تطبخون تمن وياها هم يصير عادي، ماكو أي مشكلة.
حبايبي شاركوها ويا حبايبكم حتى يشوفون هاي الطريقة وهاي التتبيلة الطيبة، وإن شاء الله أنتم هم تجربوها وتعجبكم. وأشكركم على تعليقاتكم الطيبة، ولا تنسوني حبايبي باللايك، بالاشتراك، بالمشاركة ويا الحبايب والأهل. وأشكركم على تعليقاتكم الطيبة، وباي باي.